حافة كل طريق، بمعنى مريض فريد النير
الشيطان يدعو رص يوضبري من الغواية ويضبري من الهوى ويضبري من الغفلة ويضبري من الكبر ويضبري من الظلم ويضبري من التعدية إذا ذلك كامل السفوغ نرى ناسك السفوغان حاشا أرض ربي عز وجل يدير المستقيم ذلك قرناس الاستقامة زيد ميك العبد الوير أسيك الدعوة الخير أمام الوالدين اللي وراء السن أمام العبد وما تقضون ثغر سن الخير أكيد يا ربي ذو بريد الوقامة بريد الاستقامة أنت مرسلة الندامة خطر أبريد الاستقامة ودي السبرايا السندمة نقرص بينيث أخير العبد أذي تصير لي فنسير فلان ولا ديكوري يندمى ما يقول الإنسان أبريد نطاع الوالدين أسيدي السبرير النور أبريد البركة ما يقول ندم أبريد الصفاء يلخذ ما يسيد الحلال أسيد القريب 3 ساعة في السعاية ما يقول ندم أبريد اللحية لابد التواضع أسيد السبرير رب العالمين العزة يا عباد الله الصالحين إذا أبريد الوقامة السبرير الخير أخذ البركة ماذا تريد من الغواية العبد يقول الشيطان يريد المعينة أشادي بغير بلاد من نيم أدي بغير الخزي والندامة أدي بغير الغاشي غنسي عدا أسقارك يخصور بيه يميد تجيب العبد يميد تجيني غير بنادم وتخذي الضرر الصلاح يلا زاد رب العالمين عز وجل أذي يندم أشار السيني مرتي دوط الموت السيني يا ليتني قدمت لحياتي ألو كان أثلف سيتيو ألو كانت في غدي الوقامة يا ليتني قدمت لحياتي إذا أذي يندم الإنسان ذكي الحياة نس خاطر يسعى العبد يتفعل الغواية الوزن القيمة هي المجتمع كذلك زاد ربي عز وجل أن يخسر أين يخدم أمينك نيسندو ينامان وريدي وشمال ديكس مبدأ الحياة الباقية المآرينس واليعوذ بالله نار جهنم بالعكس العبد يتفعل أريد الوقامة الحاجة الزواروث أتيدي بالشر ربي سبحانه عز وجل سالجنة ما في دوض الموت ملائكة فضل الروح المياه يقال ربي عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولاش الخوف في اللسن أما دخلصك ولاش الخوف في اللسن ما يروح ملك الموت اليوم الأمانة الروح ولاش الخوف في اللسن ما تفغن الحساب والصراط والميزان قال ربي عز وجل الآية النظام إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون العبد يا ولد الاستقامة والمقامة ما يكر هذه فرق الروحانية هذه فرق الحياة هذه فرق الجسد هذه ينزل ربي عز وجل الملائكة السماوات هذا ويت كفن الكفن من الجنة هذا ويت الروائح من الجنة أتيت بالشرد أسنيت أوتسا وذارة
واحد زنانة أقلا كتنتقلض الحبس الدونيف أني غار أتنتقلض اللي تاع ألا خاف أتنتقلض يدونيف للهموم ألا خاف أندث الله الرحمات لدينا اللي تاع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أدعدين فلس الملائكة أشار سنين ألا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وكن الوليين في المؤنسين في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. إذا الإنسان لا يتبع من الوقامة ويتسوى ذرا أثيث بصربنا في الشهادة ما ردي في الروح أدي ولينا كوانيس هي الحياة الباقية نسمى زليف على الدنيا أو نحكوا يتقصد زرا يوث الأمة يوث من أمات الله عز وجل ثلاث النفاس يبغض الحق ربي عز وجل ينود اللوفان يبغض الحق ربي عز وجل صلى على سكرات الموت في هذه الحياة من بعد العباد يماس زيد السلاح وكان البخار المستشفى نزاد على في موقف الاحتضار الروح نهار الصفار نوث تسرون تسجيلا حقيقة يوعى الفراق تسرون يثبت ربي عز وجل نزاد في الاحتضار سوالا كويس الجنة تزيد كبير الناس كيخرب ثيران وترس العقل يمكن غير يروح الرحمة ربي عز وجل وتزاد الاحتضار نعم أكيد تثبت ربي عز وجل العباد استقاما أفطع ربي عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. العلماء قسم الاستقامة في ثلاثة أصناف. الاستقامة تمزورث بالاستقامة للقلوب كل بنادم إذا قد استقام في عقيدة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا عبد ربي التحقيق أين يسمى هذه البعد في الشركيات في الأمور اكتنافان العقيدة التكلان في رب العالمين عز وجل. النوع السين الاستقامة الجوارح بعد ما يستقمون الفيل أفطع ربي سبحانه عز وجل أول الجوارح إليه إلى قد استقمن وخدمنا الحرام سليم نوعين الاستقامة في السلاف الاستقامة في الثلاثة أبي حرز بنادم اللسان ينس خطر اللسان يتساوي بنادم الهاوية واليعوذ بالله ذايبين إلى المشرح النبي صلى الله عليه وسلم إن دمرت تنكر الصلاح الأعضاء الأركان الأفتوس أعضاء ثيرت أنصو الأذن كامل توجهت كلام قاسي إلى اللسان هذا كامل اللسان قامتس أيها اللسان اتق الله فينا فنحن بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء نتقن كل صباح كل مساء أني نتقن أيلس قمتاس أيلس أقبل ربي سبحانه عز وجل الغنى نكوني كاملة كالصوالير ما يصلح ما تصلح نكوني غنصلح ما تعوجر نكوني أنا عوج ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هي الحديث استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن آخر أعمالكم الصلاة يقال تستقمز أو يثبت الوقامة
وجل إلا فتفة الصالح وتصضيع ثرى سددوا وقاربوا. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، فيغفر لنا ذنوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.